جوج دراري اللي كانوا هابطين كيصيدوا في البحر بالليل شادين السون، حتى غتبان ليهم شي حاجه كيدي فيها الموج ويجيب في جنب البحر. ملي غادي يقربوا يشوفوا شنو داكشي غادي يتسمروا في بلاصتهم، لقاوها مراه حامله وميته. غادي يعيطوا للبوليس اللي غيضرب التماره باش يطيحوا على مول الفعله. القضيه وراها قصه كبيره، تبعوا معنا حتى الاخر باش نفهموا البلان. واللي قل من 18 عام فبلا ما يكمل. بدينا على بركه الله. معاذ وخالد هاد جوج صحاب مبليين بالصياده بالقصبه، وكيف موالفين في واحد الليله وكيف العاده تلاقاو، جمعوا الماتريال ديالهم، جمعوا المسائل اللي غادي يخصهم وغادي يهبطوا للبحر. كان ديما هذا هو البروغرام ديالهم، كيهبطوا للبحر كيلوحوا الصناره وكيبقاو مقصرين حتى الصباح حيت كيعجبهم وموالفين الصيد ديال الليل. وداكشي اللي داروا، مشاو حطوا الماتريال ديالهم، قادوا المسائل، صوبوا الطعمه ديالهم، لاحوا الصناره وجلسوا مريحين مقصرين. في واحد اللحظه غينوض واحد فيهم غيمشي يقلب الصناره باش تكون ضربات ويفيريفي المسائل ديالو. وفعلا داكشي اللي دار، ولكن ملي غيقرب هاد المره غتبان ليه شي حاجه اللي لايحه البحر واللي كانت غريبه بزاف. تقدر تكون شي حوته كبيره ميته ولايحه البحر. غادي يمشي يشوف، مع حدو كيقرب كيبان ليه داكشي غريب ماشي حوته. وهنا ملي غادي يقرب ليها مزيان غادي تصدم واحد الصدمه اللي ما عمرو تصدمها في حياته، وبقى مكوانسي في بلاصتو واحد جوج دقائق. ما قدرش حتى يغوت على صاحبه باش يجي يشوف، وفعلا غادي يعيط لصاحبه. وملي غادي يجي غادي يشوفوا واحد المنظر اللي غريب بزاف، المراه اللي لايحه البحر وميته. في البلاصه غيعيطوا للبوليس وغيخليو بيديروا الخدمه ديالهم. غادي يسولوهم بالبوليس بطبيعه الحال، غادي يجاوبوهم عادي بلي حنا ديما موالفين كنخرجوا بالليل كنصيدوا هنا وهذا هو الكوان ديالنا. قالوا لهم باللي ملي شفنا حنا هذا الشيء راه عيطنا لكم في البلاصه. البوليس ملي غيتاكدوا باللي دوك الجوج ما عندهم حتى دخل في هذه القضيه غادي يطلقوهم ويبقاو معاهم على اتصال بطبيعه الحال. بطبيعه الحال البوليس كان الهم ديالهم من الاول هو يتعرفوا على ديك الجثه وشكون هي هاد السيده. البوليس خدامين على القضيه حتى غيوصل الغد ليه في العشيه غادي توقع واحد الحاجه اللي غادي تغير البلان كامل وغادي تخلي البوليس يزيدوا الخدمه ديالهم باش يحلوا هذه القضيه. لحقاش غتجي واحد السيده للمركز ديال الشرطه وديكلاري بان بنتها غبرات من البارح. قالت لهم باللي بنتها كل 8 ديال الليل كتخرج تخدم في واحد لوزين ديال الخياطه وكترجع في حالها، ولكن هاد المره اكثر من 24 ساعه ما رجعتش للدار وما عيطات ليا ما والو. كنحاول نتصل بها ولكن التليفون ديالها طافي. وسولت واحد صاحبتها اللي كتكون معاها ديما واللي خدامه معاها ولكن ما عطاتني حتى اخبار. هنا البوليس غادي يشكو باللي السيده كتقلب على ديك المراه اللي لقاوها لايحه البحر واللي كانت حامله، ولكن ما غيقولوا ليها والو وغيديوها باش تتعرف على الجثه. وفعلا غيمشيو لمستودع الاموات غيدخلوها، وملي غيعريو ليها على وجهها هذيك السيده غطيح وبدا تغوت. تما البوليس تاكدوا بالله فعلا هي اللي كتقلب عليها. البوليس غيبداو يسولوا على بنتها فين خدامه، شنو كدير في الخدمه، واش عندها شي صحاب، قاعد الاسئله اللي خاصهم يعرفوا. قالت لهم باللي بنتي خدامه في واحد لوزين كتخرج مع 8 الليل وكتبدا الخدمه مع 10 ومع الصباح كترجع للدار في حالها. البوليس غيقول لها غتورينا هاد لوزين، وفعلا غتمشي معاهم وغتوريهم لوزين. وملي غادي يدخلوا غادي يسولوا المسؤول. هنا كانت واحد الصدمه اللي غادي تصدم السيده مسكينه. ملي غادي يجلسوا البوليس مع المسؤول وغادي يبداو يسولوه وغادي يعطيو المواصفات ديال ديك السيده، باللي واحد السيده ها العمر ديالها وباللي راه حامله وكتجي تخدم وكيكون ديما عندها الليل. هذاك المسؤول غادي يجاوبهم اول حاجه بعدا حنا راه ما كنخدموش معنا شي مرا حامله. ونزيدكم واحد الحاجه، هاد السيده اللي كدولي عليها نتوما راه ما كايناش عندنا شي وحده بهاد المواصفات. البوليس غادي يعاودوا يسولوا امها، قالوا لها لا بنتك راه ما خداماش في هاد لوزين وراه غادي تكون غير كاذبه عليك. قالوا لها الا عندك شي معلومات ولا شي حاجه اللي تقدر تعاوننا فما ترديش وقولي لنا شنو كاين. قالت لهم راه هادشي اللي كنقول لكم راه هو اللي كاين وهادشي اللي عارفه. وقالت لهم باللي راه عندها صاحبتها اللي ما كتفارقش معاها وكانت ديما كتمشي معاها للخدمه وكتجي معاها. هنا البوليس غادي يقول لها عطينا العنوان ديال هاد صاحبتها. هاد صاحبتها اللي كان سميتها ساره. وفعلا غادي يمشيو ديريكت عندها
ويسولوها. قال لها واحد السيده اللي سميتها خديجه صاحبتك وما كتفارقيش معاها وديما كتكون معاك، كتعرفيها ياك؟ قالت لي الشاف كنعرفها. قال لها وفاش كنتو خدامين؟ قالت لي اسمع الشاف، انا وديك السيده راه فعلا خدامين ولكن ماشي فلوسين، حنا خدامين في بار وهي راه كاتبه على امها، كنخدموا بالليل وكنجيو مع الصباح. هنا البوليسي غادي الصراحه غادي يقول لها واش فراسك بلي صاحبتك لقيناها مقتوله؟ صاحبتها غادي تصدم وترجع للور وغادي يبداو يدخلوا معاها المطارق. قالت لي اسمع الشاف، القضيه ملي فيها الموت انا غنقول لكم واش شنو كاين. راه كانت مصاحبه مع واحد السيد من البار وحامله منه، وراه ديما كانت هي وياه في المشاكل. البوليس غادي يمشيو للبار وغادي يسولوا على داك السيد وغادي يعرفوه وغادي يعرفوا الوقيته اللي كيجي فيها، وغادي يبقاو يتسناو حتى جا واحد النهار اللي جا في الوقيته ديالو. ومع غادي يدخل غادي يطيروا عليه البوليس، غادي يديوه ويبداو يحقوا معاه. وهاد السيد ملي بداو يحقوا معاه ما نكرش بانه فعلا كان صاحب معاها وفعلا انها حامله منه، ولكن جمع عطوه على لافير ديال الموت ولا على البحر ولا على شي حاجه بحال ما هكا. غادي يبقى هاد السيد تحت الحراسه النظريه حيت واخا كيعرفها وفعلا حامله منه، ولكن ما عندهم شي دليل بانه فعلا هو اللي قتلها ولاحها في البحر. غدوز شي ايام الخبر غادي ينتشر وغادي يتلاحوا التصاور ديالها في الانترنت وكل شيء غادي يبدا يعرف على هاد القضيه وعلى البنت اللي لقاوها مليوحه في البحر. حتى غادي يجي واحد الشيفور ديال الطاكسي عند البوليس قال لهم بلي هاد السيده اللي كتقلبوا عليها راني واقيلا هزيتها واحد الليله وتقدر تكون ديك الليله هي اللي ماتت فيها. المهم اني هزيتها هي وواحد السيده وواحد الراجل، هزيتهم من قدام واحد الفيلا وديتهم لواحد البلاصه حطيتهم. هنا البوليس غادي يقولوا لي حبس واش عاقل على الفيلا اللي هزيتيهم منها؟ قال لهم ونديكم حتى للبلاصه بالضبط. وداك الشيء اللي غيديروا غادي يمشيو ديريكت للفيلا اللي وراهم، غادي يدقوا في الباب، غادي تحل عليهم واحد السيده. فاش غيواجهوها مع مول الطاكسي غتقول لهم لا ما كنعرفوش. مول الطاكسي متاكد وكيخرج في عينيه وكيقول لها انتي واحد السيده وواحد السيد كان معاكم، هزيتكم من هنا وديتكم البلاصه الفلانيه. البوليس غيبقاو يحاولوا معاه ويحاولوا ولكن والو، مبغاش تخرج من رونتا ومبغات تقول لهم والو. هنا غتشبه لهم الخدامه كاين عندهم في الدار، غادي يمشيو يقصدوها وغيسولوها البوليس. الخدامه ما على بالها والو على نيتها. ملي سولوها قالت لهم شنو كاين، قالت لهم فعلا كانوا عندنا الضياف في ديك الليله واحد شويه ناض الغوت، قالت لي انت غير سيري ناسي راه السيده مرضات وراه غنديوها للسبيطار. وفعلا ملي غيواجهوا السيده مع الخدامه ما يبقى عندها فين تهرب وغتجيهم من الاخر. قالت لي الشاف انا راه الخدمه ديالي قابله وهداك السيد راه كيجي عندي ديما ملي كيدير شي زبله مع شي بنت وانا اللي كندير لهم الكورطاج، وراه اكثر من 5 دريات اللي دار معاهم هذا المشكل وحملهم وانا اللي فاريت ليه المشكل. وقالت لهم في هذيك الليله اول مره غيوقع لي هذا المشكل، وهذيك السيده اول ما درت ليها البنج ما عرفتش تخلعات ولا شنو وقع ليها، غتبقى تغوج سخفات لينا. وملي هزينا دينا في الطاكسي وملي نزلنا ماتت لينا في يدينا وما غيبان لينا غير البحر اللي كان قريب ولحنا تما في البحر. غيسولوا شكون هو داك السيد اللي كان معاك واللي دار هادشي كامل. ملي غادي يقلبوا غيلقاوه فعلا هو داك خونا اللي كان في البار واللي مشدود عندهم. البوليس غادي يزيد يسولها منين كتجيبي الماتريال وداك البنج منين خديتيه حيت ممنوع يتباع للعامه. غتقول لهم بلي شي فرمليه في السبيطار هي اللي كتخرجوا ليها وكتعطيها الفلوس. غادي يمشيو يطيروا على ديك ختنا اللي في السبيطار وغادي يصيفطوها الثلاثه للحبس. المراه والراجل اللي لاحوا السيده في البحر غادي يتحكموا ب20 عام، اما بالنسبه للفرمليه فعطاوها 5 سنين. هنا غتكون سالات القصه، وديما كنقول لكم خذوا العبره وبنادم يرد البال وتهلاو في راسكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.